السلام عليكم. معكم قناة تحليلاتكم. جناح خطير في النادي الأهلي الجديد طبعا الأرجنتيني سانتياغو جونزاليس أو الشهير بسانتي. طبعا يا جماعة كافة التفاصيل، وفي البداية لو انتم من عشاق النادي الأهلي وداعمين النادي الأهلي اشتركوا في القناة، اعملوا لايك للفيديو، اعجاب للفيديو علشان يوصلكم كل جديد، وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل إشعار. طبعا النادي الأهلي يا جماعة بنسبة 100% أنهى صفقة الأرجنتيني جونزاليس زي ما قلنا، سانتياغو جونزاليس طبعا الشهير بسانتي، لاعب طبعا سبورتنج كريستال البيروفي، طبعا فريق في الدرجة الثانية، ولكن اللاعب خطير يا جماعة، بيلعب جناح يمين وجناح شمال في بعض الأوقات، والمساهمات التهديفية بتاعته غزيرة جدا. خلينا أقول لكم إن لحد الآن لاعب مع الفريق سبورتنج لشبونة سبورتنج كريستال، لعب حوالي 36 مباراة في الدوري، صنع كم هدف وسجل كم هدف؟ سجل 14 هدف وصنع 23 هدف في 36 مباراة، يعني تقريبا 14 و23 37 مساهمة تهديفية في 36 مباراة، يعني كل مباراة تقريبا له بصمة سواء تسجيلا أو صناعة للأهداف. طبعا لاعب صغير في السن، عنده 25 سنة، من مواليد 1999، يعني لسه في عز شبابه زي ما بيقولوا، هيدي للنادي الأهلي، خاصة طبعا إن اللاعب ده يا جماعة لاعب أرجنتين، عنده اللمسة الأرجنتينية، المهارة، التسديدات، الاختراق طبعا من الجناح اليمين، يعني يلعب مكان بيرسيتاو. بيرسيتاو طبعا زي ما احنا عارفين ان الاهلي خلاص هيستغنى عنه، سواء ما استغناش عنه في يناير الانتقالات الشتويه، هيستغنى عنه طبعا في انتقالات يونيو طبعا بعد نهايه الموسم. فاللاعب هيكون طبعا مكسب كبير للنادي الاهلي، خاصه ان القيمه التسويقيه بتاعته 2 مليون يورو. ونادي البيروفي طبعا اللي هو سبورتنج كريستال طالب ان هو يبيع للنادي الاهلي تقريبا ب 2.5 مليون يورو، ولكن النادي الاهلي في مفاوضات لحد الان وقف الصفقه لحد 1,800,000 يورو، مع ان المبلغ ده يعتبر مبلغ حلو، ولكن في نفس الوقت على لاعب بيلعب في دوري الدرجة الثانية، فالمفروض النادي بتاع بيرودا البيروفي يوافق طبعا، يبوس ايده ووش ظهر، لان مبلغ زي ده ما يجيلكش مثلا في لاعب انت مثلا في الدرجة الأولى أو لاعب أوروبي بمعنى الكلمة، لا، لاعب متوسط في الدرجة الثانية، متوسط كنادي، متوسط كدرجة يلعب فيها، ولكن كإمكانيات لاعب وفنيات لاعب طبعا يستحق 2 مليون مستريح. أقول لكم يا جماعة الراجل ده يعني مهاراته وتسديداته، وانتوا لو شفتوا الملخص بتاع اللاعب ده والأهداف اللي بصنعها تقول عليه مثلا خليفة كريستيانو رونالدو، خليفة ميسي، يعني لاعب هيفيد النادي الأهلي. لا تقول لي الإدريسي اللي اتكلمنا عنه في الجناح، ولا تقول لي بغداد بنجاح، وأنا أكتر واحد كنت رافض صفقة انتقال بغداد بنجاح من نادي الشمال القطري إلى النادي الأهلي. يا جماعة إحنا مش عايزين ناس كبيرة، يعني ناس كبيرة إحنا مش جايبينها مثلا كأسماء، يعني حتى لو قلت لي الدون كريستيانو رونالدو، إحنا مش عايزين أسماء، إحنا عايزين لاعب يأدي في الملعب، يعني يدي النادي الأهلي ويكون عنده طموحات إن هو ياخد بطولات، مش لاعب جاي مكتفي سواء في أندية أوروبية أو أندية خليجية أو في أندية بلاده. طبعا بغداد بالنجاح لاعب كبير، ما اختلفناش في كده، ولكن لاعب عنده 35 سنة تقريبا أو داخل على 36 سنة، هيجي عندك هيعمل إيه؟ طبعا هو كان في الريان القطري وبعد كده نزل الدرجة راح للشمال القطري، فاللاعب يعني مستواه في النازل مش في الصاعد، لكن لاعب زي ده عنده 25 سنة وبيلعب في نادي درجة أولى درجة ثانية في الدوري البريوي، فعنده إمكانيات وعنده طموحات إن هو يصعد طبعا لمستوى أعلى، وطبعا مع النادي الأهلي سواء على المستوى القاري أو حتى على المستوى العالمي في بطولة كأس العالم للأندية. فأنا أتوقع يا جماعة الصفقة دي يا جماعة هتكون قوية جدا ومفيدة جدا للنادي الأهلي، وتدعيمات حلوة. خلينا نشوف النادي الأهلي طبعا بقوة غير الأداء المترنح، وخاصة اسمه ايه ده، مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بدأ يعمل شماعة على الصفقات، لما اتعلم امبارح في طلائع الجيش فقال لك النادي الأهلي يحتاج إلى تدعيمات، النادي الأهلي يحتاج إلى صفقات في الجانب الهجومي، النادي الأهلي مش عارف إيه، ولكن هو بيتفازلك، يعني سبب الخسارة أو سبب التعادل في المباريات الأخيرة من يفازلك مارسيل كولر، مرة يبدأ لك مش عارف بمين على حساب مين، مرة ينزل لك التغيير ده مش عارف مكان ده، حاجة مش مفهومة بصراحة من مارسيل كولر. حتى مخيب عبد الهادي طبعا طلع اتفازلك امبارح وعمل لك تويت على منصة اكس وقال لك ايه، فايلر،
يعني على اساس انه بيرمي ان النادي الاهلي دلوقتي بيحارس بايلر اللي يمسك مكان طبعا مارسيل كولر. عامة كل الاخبار الراجل ده فيك، اصلا عاوز يعمل خلاص زوبعه وخلاص، يعني يعمل فجاعه وخلاص، يعني ما يهموش اذا كان المصدر بتاعه صحيح ولا المصدر بتاعه غلط، لا هو اهم حاجه يرمي لك حاجه كده والناس تقعد تجيب سيرته وخلاص. لكن ما توقعش ان النادي الاهلي هيستغنى عن مارسيل كولر، ولكن يحتاج الى تدعيمات قويه في صفوفه خاصه على المستوى الهجوم، وادلك بدايه الغيث قطره زي ما بيقولوا، وبدايه طبعا الصفقات اللي هو لاعب سبورتنج كريستال البيروفي اللي هو طبعا سانتي جونزاليس او سانتياغو جونزاليس. عامة نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وانتظروا يا جماعه في خلال ال 24 ساعه او ال 48 ساعه، يعني يومين ولا 3 من اللي جايين ان شاء الله هتلاقي رسميا النادي الاهلي يعلن عن انضمام الارجنتيني سانتي جونزاليس او سانتياغو جونزاليس في صفوف القلعه الحمراء النادي الاهلي. لو انت من عشاق النادي الاهلي ما تنساش اعمل لايك واشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم قناه تحليلاتكم، سلام عليكم.